كالي على أبو علي الآتي: الأخبار عندهم يقول نعمة الله الجزائري بأن القرآن مخفي مع المهدي. البحراني يقول القرآن مخفي مع المهدي. المهدي الشيعة غائب في السرداب. طيب الآن الشيعة لا عندهم، طبعا القرآن الموجود بين أيدينا هذا جمعه علي الصحابي، نعم شارك في جمع القرآن، لكن عند الشيعة أبو عبد الله إذا ما تطلع رواية الآن المهدي غائب بالسرداب والله العظيم أحط رجلي بالتليفون. تفضل يلا طلع الرواية مال الغائب بالسرداب. تفضل طلع لي الرواية حدثنا فلان عن فلان. المرجع الأعلى محمد الحسيني الشيرازي. أعطيني الرواية. المرجع آية الله العظمى الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي. دقيقة يا رجل. الحسيني الشيرازي دام ظله. هذا المرجع عندكم الراد على الإمام، الراد على المرجع كالراد على الإمام، والراد على الإمام كالراد على الله، كالراد على الله. هذا المرجع الأعلى ماذا يقول؟ الآن أعطيك بكلامه ورد عليه. يقول التجلي في سرداب الغيبة. يقول: ونقل لنا أحد علماء قم المعمرين وكان قد رأى والدنا وعاشره بأن المرحوم والدنا الذي هو محمد حسن الشيرازي المرجع الأعلى في نهاية القرن التاسع عشر قد تشرف بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مرتين، مرة في سرداب الغيبة. يلا شكرا. هذا الشيرازي تجلى قال له لحظة، قال بأنه قد تشرف بلقاء الإمام الحجة، لقاء التجلي في سرداب الغيبة. دقيقة أكمل. دقيقة. نقل لنا أحد علماء قم المعمرين وكان قد رأى والدنا وعاشره بأن المرحوم والدنا قد تشرف بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه مرتين، مرة في سرداب الغيبة. هذا كلام المرجع الأعلى الشيرازي. أنا ما تقبل بكلام المرجع الأعلى الشيرازي؟ شكرا لك. الآن سؤالي لك الآن لا يفترقان، المهدي غائب والقرآن غائب، إحنا إيش نعمل بالمهدي عندكم كما ذكر ذلك؟ لحظة. المهدي كما ذكر ذلك المازندراني في كتاب شرح الكافي بأنه بئر معطلة، والقرآن غائب مع المهدي. أنا ما استفدت لا من المهدي ولا استفدت من القرآن مع المهدي. تفضل رد. يلا اكتب. يلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام، كبرني دكتور، على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شوفوا أخوان، ما جاب رواية إن الإمام المهدي في السرداب. قال الشيخ الشيرازي قد التجلي. نعم الإمام المهدي يلتقي بأناس. ما هو السرداب يا إخوان بالعراق؟ ما هو السرداب؟ لأن الإمام المهدي بيته في سامراء. ما هو السرداب؟ السرداب هو اللي تحت البيت، يعني البيسمنت. فالعراق باعتباره ذو حرارة شديدة، فالناس وين تقعد بالعراق بالصيف؟ تقعد تحت البيوت بالسرداب، لأنها يكون أماكن باردة، الحمد لله. تجلي الإمام يعني يلتقي ببعض الناس ليس مكانه في السرداب، وهذا يقول تجلى له. تمام، تجلى له. الحمد لله. واحنا قبلنا كلام الشيرازي بدون رواية. الآن أنا تحدثك تحدي إنه تعطينا رواية تقول الإمام المهدي في السرداب تجلى له الإمام، تجلى له. خلني نعلمك، أريد نعطيك علم. الآن يا أخوان، القرآن الذي بين أيدينا هو قرآن علي بن أبي طالب، أما الذي أخفي فهو تأويل القرآن، لأن تأويل القرآن بإجماع المسلمين هو قرآن كما كان زبور داود قرآنا، كما كان زبور داود قرآنا موجود في صحيح البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وآله خفف على داود القرآن. أبو عبد الله بنعرف داود كتابه القرآن ولا الزبور؟ والنبي يقول خفف على داود القرآن. أريد إجابة عنه. الآن اللهم لك الحمد. شوفوا يا أهل السنة، أبو عبد الله بعد أن أخرج له المصدر وقال له قابله بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في سرداب الغيبة. في سرداب إيش؟ الغيبة. قال خلاص يبغى رواية. المرجع الأعلى آية الله الشيرازي بكله، الرد على المرجع كالرد على الإمام، والرد على الإمام كالرد على الله.
الرواية بتقول لي مثلا في سند ضعيف سند قصير، لكن أنا اختصرت لك من الآخر وأثبتت لك. يلا أنا شوف ما قاطعتك، أنا ما قاطعتك. قبلنا كلام. خلاص شكرا لك، شكرا لك، خلاص شكرا، انتهى الموضوع. خلاص شكرا لك يا رجل، شكرا لك.